يا صاحبي، لو عايز تنجح وتحقق أحلامك وتوصل لحياة أحسن، لازم تبقى فاهم إن الحماس لوحده مش كفاية. الحماس بيجي ويروح، لكن الالتزام هو اللي بيخليك تكمل لحد لما توصل. الالتزام يعني إنك تكمل حتى لو تعبت، حتى لو مفيش نتيجة، حتى لو الناس كلها ضدك، حتى لو الناس اللي حواليك بيشككوا فيك. لازم تكمل ولازم تؤمن بنفسك. في كل مكان في مشاكل، وفي كل بيت في مشاكل لازم تبقى قدها. يعني ايه تبقى ملتزم؟ الالتزام مش انك تبقى مثالي، ولا انك برضو تشتغل 24 ساعة. لا، الالتزام هو انك تمشي خطوة كل يوم تجاه هدفك، مهما كانت النتيجة ايه، مهما كانت الخطوة، حتى لو صغيرة بس تمشي. يعني مثلا لو هدفك انك تبقى رجل اعمال او تبقى حاجة مميزة في شغلك، مش لازم تعمل طفرة في اسبوع، لكن لو كل يوم اشتغلت شوية على نفسك، اتعلمت حاجة جديدة، من الاخر كده لازم دلوقتي تبقى احسن من امبارح. صدقني بعد سنة هتبقى شخص تاني خالص. ازاي تبقى ملتزم؟ واحد، حدد هدف واضح. بص، ما ينفعش تكون ماشي وخبطت في حيطة وتقول ليه مش بوصل. انت لازم تكون عارف انت رايح فين. يعني مثلا تقول لنفسك انا عايز ابقى ناجح في المجال الفلاني، انا عايز افتح مشروع في مجال الفلاني، انا عايز اعيش حياة افضل احسن من اللي انا عايشها مثلا دلوقتي، انا عايز اكون شخص احسن من امبارح، من الاسبوع اللي فات، من السنة اللي فاتت. واكتب الهدف بتاعك ده، اكتبه حرفيا في ورقة او على الموبايل، وخليه دايما قصاد عينك، خليه قدامك كل يوم. ده اللي هيحفزك وقت لما تكسل. اتنين، اربط التزامك بهدف ليه معنى. يعني مثلا ما تقولش انا عايز فلوس وخلاص، اسأل نفسك ليه عايز الفلوس، ليه عايز انجح. ممكن تكون عايز تساعد اهلك علشان تعيش مثلا مرتاح، تبقى سبب في تغير حياة حد، او حتى عايز تثبت لنفسك انك مش فاشل، لانك ساعتها بتشتغل مش بس علشان نفسك، علشان حاجة كبيرة انت بتخطط لها. امشي بخطة، بلاش تسيب الدنيا عشوائية والدنيا تبقى بايظة. الناس الملتزمة مش بتصحى وتقول هشوف هعمل ايه لسه. الناس الملتزمة عندها جدول، عندها التزامات، عندها وقت معين بيشتغلوا فيه، وعارفين كل يوم المفروض هيصحوا يعملوا ايه. ابدأ بحاجة بسيطة جدا، كل يوم اشتغل حتى لو ساعة واحدة على نفسك، ساعة واحدة على هدفك مهما حصل. خلي الساعة دي مقدسة، مش هتضيع. زي الصلاة مثلا، لو انت ما بتصليش صلي، خلي الصلاة دي تبقى مقدسة في يومك، ما تضيعهاش. مع الوقت الساعة دي هتبقى عادة، والعادة توصلك للنجاح وهتوصلك لحاجة كبيرة جدا. أربعة، ابعد عن المشتتات. اللي بيشتتك عن حلمك لازم تبعد عنه. يعني لو الموبايل بياخد وقت منك كتير، قلل منه. لو الناس حواليك محبطين وسلبيين دايما، حاول تقلل التعامل معاهم. لو بتقعد وتقول بكرة هبدأ، وبكرة مش عارف ايه، وطب خلاص نأجلها كمان بكرة، ما هو بكرة هيجيب بكرة، بكرة هيجيب بكرة، الوقت بيضيع منك ومش هتعرف تعمل أي حاجة. ركز على هدفك كأنه أهم حاجة في حياتك، لأنه فعلا أهم حاجة في حياتك. الناس مش هتنفعك. وآخر حاجة، خليك فاكر مفيش نجاح من غير تعب. الطريق مش سهل، والله الطريق مش سهل، ولازم تعرف حاجة زي دي، لازم تعرف حاجة زي دي. أنا مش بحبطك، بس والله النتيجة تستاهل، وانت قدها. والله والله العظيم انت قدها، والنتيجة تستاهل، والنتيجة كده كده جاية وانت هتوصل لها. كل الناس اللي بتشوفهم ناجحين دلوقتي وبتقول يا بختهم، كل واحد فيهم ليه قصة مرعبة وليه قصة لوحده، وفي مواقف صعبة أكيد مروا بيها، وكل ناس أكيد مروا بتجارب صعبة انت ما تعرفش عنها حاجة. بس كل اللي أنا أقدر أقوله، ركز مع نفسك وانت قد أي حاجة. التعب اللي انت بتتعبه انت النهاردة ده هو اللي هيخليك حاجة كبيرة قدام. تمام؟ في النهاية خليك ثابت، خليك مؤمن بنفسك، خلي نيتك دايما طيبة، ربنا هيكرمك. بص، وهتلاقي الرزق بيجيلك من كل حتة. اؤمن بنفسك وخليك أقوى نسخة من نفسك، وشوف انت بقى عايز تكتب قصتك ازاي وقصة كفاحك ازاي.